السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة معكم شيرين من قناة كريزي مامي. كل سنة وانتم طيبين، رمضان قرب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. النهاردة هبدأ معاكم اليوم كده من الفطار. الجبنة اللي كنت بوريها لكم دي انا جايباها من فتح الله او من جملة ماركت. دي جبنة كيري. اللي انا بحط منها دي بالزيتون، في بقى بالبسطرمة وفي بالزبدة. تقدري تجيبي النوع اللي انت عايزاه، هي فعلا حلوة قوي. اللي بالزبدة الكيلو بتاعها ب100، والتانيين الكيلو ب80. دي فيها قطع زيتون اخضر كده، هتشوفوه حتى وانا بعمل الساندوتش التاني اهو. بصوا، حلقات زيتون اخضر. فحلو قوي. اللي جنبه فتح الله او جملة ماركت، طبعا هما الاتنين يعتبروا واحد يعني، هتلاقيها عندهم كده. عملت الفطار بقى خلاص الصبح كده، وبعدين كان عندي ده بليلة اللي هو القمح يعني، كنت نقعاه زيادة. هسلقه وهدخله بقى ايه، اشيله في الفريزر. بعد كده قلت بقى ايه، هعمل الغدا. فهعمل دلوقتي صوص حلو قوي كلنا بنحبه وبنجيبه من مطاعم بره. هعمل صوص التومية. انا هعمل كمية صغيرة، فطبعا تقدري تضعفي الكمية زي ما انت عايزة. انا خدت هنا معلقتين نشا، بس المعلقة المليانة اللي هي المعلقة الهرمية دي، حطيت عليها رشة سكر، وهحط رشة ملح صغيرة ورشة فلفل صغيرة. مش عايزة لون الفلفل يبان، ممكن تستخدمي فلفل ابيض، بس انا بالنسبة لي مش بتفرق معايا يعني الحكاية دي. فحطيت رشة فلفل بس هنا صغيرة كده، واحط كمان رشة ملح. ومعايا هنا كوباية الا ربع مية، ويمكن اقل كمان. هبدأ ان انا اضيفها كده على النشا، وضروري ان انا ادوب النشا على البارد. اهو استخدمتها كلها 3/4 كوباية مية او اقل، معلقتين كده. ودوبت النشا كويس قوي وخدتها على النار. هفضل اقلب فيها لغاية ما تتقل وتبقى لونها شفاف. هي اللقطة دي بس ما جاتش معاكم. هنا كنت خلاص اهي، بصوا حتى اللي كنت بعمل فيها كانت خلصت، وحطيت لها في طبق، حطيتها في طبق تبرد. وكنت مقطعة بطاطس، بما اني هعملها في الاير فراير فلازم انشفها كويس قوي. فنشفتها كده بفوطة نظيفة، وهبدأ احط البطاطس في الاير فراير. حطيت كل كمية البطاطس، هحطها بقى معلقة زيت، وهبدأ أقلب البطاطس في الزيت عشان بس أتأكد إن كل البطاطس اتغلفت بالزيت. وهروح بقى أشغلها. هي البرنامج بتاع البطاطس 200 درجة حرارة على 20 دقيقة. طبعا في النص، في ال10 دقايق يعني نص الوقت اللي هو 10 دقايق بتقلبي البطاطس. هنا بقى كان الخليط بتاع النشا نشف، قصدي برد، وكمان جمد اهو. بصوا ما برد كمان مسك ازاي اكتر. فهحطه كده في الخلاط. وهبدأ احط عليه برضو، طبعا البطل الاساسي للتومية هو التوم. فدول كده حوالي 4 فصوص توم، شوية خل. عندك مايونيز حطي، عندك زبادي ممكن تحطي معلقتين برضو، بيدوا طعم حلو وبيعززوا النكهة كده. انا ما كانش عندي للاسف زبادي، واللبن كان خلصان فما حطيتش. إيه كمان اللي ممكن تضيفيه هنا ويبقى برضو بيدي طعم حلو قوي، المايونيز. برضو لو عندك مايونيز حطي. المهم حطيت الخل، وحطيت ملح وفلفل. وهنا حطيت بقى ايه، معلقتين زيت. انا هبدأ كده بمعلقتين زيت في الاول، عشان انا ما بحبش اعملها بزيت كتير. وهضرب كده المكونات دي كلها مع بعض. بدأ يتضربوا، انا بس حاسه ان النشا لسه ما فكتش. فهعمل ايه، هضيف لها معلقتين زيت كمان. اهو كده انا ضفت معلقتين زيت كمان، وهبدأ اضرب تاني. وفي المرحله دي بقى ممكن تزودي شويه لبن. بصي الخليط تقيل ازاي. فانا رحت ضايفه شويه ميه صغننين قوي، وكملت ضرب عشان بس الخليط يلف في الخلاط. اهو بصوا كده بدأ يلف اهو اتضرب. اهو بصوا ادي السمك بتاعها حلو جدا، وما هتقعد شوية كمان هتتقل اكتر من كده. الكمية دي الطبقين دول طالعين معايا من معلقتين نشا، بس معلقتين مليانين. هنزل بس باقي الكمية اللي في الخلاط،
وكده خلصت معايا التومية. هركنها بقى على جنب، انا هدخلها التلاجة كمان شوية. هنا بس الفلاش بتاع الموبايل، كان الموبايل بيفصل شحن فالفلاش ما كانش شغال. ده كده برجر برضو جايباها من جملة ماركت، ده برجر فراخ الكيلو تقريبا ب80، ده ازيد من نص شوية فبحوالي 44 جنيه. هحطها في الاير فراير برضو من غير ما ادهنها زيت ولا حاجة، وهشغلها على برنامج البروجرام بتاع اللحمة المفرومة بياخد 15 دقيقة. هنا بقى دي التومية، وجبت بقى عيش سوري وهبدأ بقى ايه اعمل الساندوتشات. حطيت التومية ودي البطاطس المحمرة وهحط لها كاتشب، وبتني الناحيتين على بعض والف الساندوتش بحيث يبقى مقفول من الناحيتين عشان ما يوقعش حاجة على الولاد ويعرفوا يمسكوه كويس. بتني كده قطعة عشان طبعا تعرفين العيش السوري بيبقى رقيق قوي. بتني قطعة كده وابدأ احط الحشوة اللي انا عايزاها والصوصات اللي انا عايزاها طبعا، وابدأ اتني من الناحية دي والناحية دي واقفله بحيث يطلع الشكل اللي انا عايزاه. هنا ده بقى كده البرجر، هحط كده برضو التومية، نحط عليها كاتشب، وقطعت البرجر كده عشان اعرف بس ايه اتحكم في الساندوتش. بعد كده بقى اللقطه اللي ما طلعتش معاكم او ما اتصورتش، ان انا بقى بسخن طاسه كويس قوي على النار او جريل فيها دهنه زيت، وابدا احط الساندوتشات دي على الوشين تاخد كده ايه لون، وفي نفس الوقت تقرمش كده يبقى طعمها حلو زي ما بنجيبها من بره. بس هي اللقطه دي للاسف ما اتصورتش معاكم، فانا عملت كده طاسه بس دهنه زيت خفيفه قوي وتحطي الساندوتشات تاخد لون. وادي شكل الاكل بتاعنا. طبعا انا كنت عامله التوميه زي ما شفتوا شويه صغيرين يا دوب قضاء الساندوتشات. لو عندك بقى زياده ممكن تحطي في بوله كده جنب الساندوتشات، بتبقى حلوه برضو. بس كده وغدا سريع وخفيف وما خدش وقت معايا خالص، كنت بعمل كله تقريبا في نفس الوقت. بعد كده بقى بما اننا في سنه رابعه كان عندنا امتحان دراسات تاني يوم، فتعالوا كده انا عايزه اوريكم بس ايه نبذه عن درس واحد في سنه رابعه. بصوا اهو ده نظام الحكم في بلدنا. يعني طفل في سنه رابعه المفروض يفهم بقى ايه هي السلطه التنفيذيه وايه هي السلطه التشريعيه وايه هي السلطه القضائيه، وكل واحده فيهم بتتكون من ايه ووظيفته ايه، ومجلس النواب عدده قد ايه، وانتخابات ايه، ومجلس الشيوخ وحاجات كده. في اصلا يعني ناس كبيره ما تعرفش المعلومات دي. انا شايفه صراحه يعني منهج تقيل قوي بصراحه على طفل عنده 9 و10 سنين. يعني ده كده درس واحد بس، درس واحد مش وحده ولا حاجه، لا هو درس واحد بس من ضمن يعني. خلصنا بقى المذاكرة. ده بقى ايه، ده انا كنت بعمل جبنة اولها بقى ايه، عشان انا ما جبتش اللقطة دي كانت من قبليها بيوم. كنت جايبة كيلو لبن، بس انا عشان الطريقة دي جديدة فقلت هجرب في كيلو واحد بس. كيلو لبن وحطيته في طاجن، تقدري تحطيه في بولة في حلة في صينية في اي حاجة تقضي الكمية بتاعة اللبن بتاعتك. ودفيت الفرن كده حوالي 5 دقايق بالظبط، وبعدين طفيت عليه ورحت مدخلة الطاجن بتاع اللبن. بعد ما عدى 24 ساعة عليه في الفرن، بتسيبيه في الفرن 24 ساعة، ما تفتحيش عليه الفرن خالص. يعني تكوني عاملة حسابك كده ان تاني يوم مش هتعملي حاجة في الفرن. لو هتعمليه من بالليل تعملي حسابك انك مش هتستخدمي الفرن لمدة 24 ساعة. بعد ما عدى بقى 24 ساعة انا طلعته. بصوا بقى عمل طبقة قشطة قد ايه. رحت حطاها بقى العلبة دي انا بحوش فيها القشطة واحطها في التلاجة، بحطها في الفريزر كمان عشان ما تبص ولا اي حاجة. اهو بشيل كده طبقة القشطة، وهبدأ بقى دلوقتي هجيب بقى مصفى واجيب شاشة. بس دي مش شاشة، دي طرحة قديمة عندي خفيفة غسلتها كويس وخصصتها للجبنة. طبعا انا كنت عملت الجبنة قبل كده بطريقة المنفحة وكانت حلوة برضو جدا، بس النهاردة انا قلت هجربها بقى من غير المنفحة. كانت خلصت من عندي وهي مش موجودة عند اي حد على فكرة، المنفحة دي بصعوبة تلاقيها شوية، بس انا كنت بجيبها من محل مستلزمات حلويات كان بيبيعها. فالمهم خلصت فقلت اجرب بقى الطريقة اللي من غير المنفحة دي. حطيت بولة تحت والمصفى والشاشة او الطرحة دي زي ما قلت لكم، وبعدين بدأت احط
كمية الجبنة عندي، وهبدأ بقى اللي انا اغطيها بالشاشة دي. طبعا كيلو اللبن يعني هيطلعلك في حدود ربع كيلو جبنة، مش اكتر من كده، عشان طبعا ده جبنة طبيعي من لبن طبيعي، ما بنحط لهاش اي اضافات. هغطيها وهسيبها بقى من 4 ل6 ساعات. هنا بقى كده انا سبتها حوالي 6 ساعات. بعد ال6 ساعات اهو ادي شكل الجبنة، نزلت المية اللي فيها كلها، وهبدأ اللي انا بقى ايه انقلها. طبعا هي الطريقة دي عيبها الوحيد انها بتاخد يعني عايزة تقريبا يوم وربع بالظبط عشان تطلعي الجبنة، بس في سبيل ان انتي هتأكلي ولادك حاجة نظيفة وفيها نسبة كالسيوم عالية، فتستاهل بصراحة. حتى بالمنفعة برضو، بالمنفعة بصراحة ما بتاخدش الوقت ده قوي يعني بتاخد حوالي كلها مثلا 6 ساعات ولا حاجة. برضو هسيب لكم اللينك بتاع الطريقة اللي بالمنفعة عشان تشوفوها للي ما شافهاش. المهم قلبت الجبنة اهو بقى في الطبق. هشيل بس الحاجات دي وابدأ اقطع الجبنة معاكم. زي ما قلتلك طبعا الكمية قليلة من كيلو اللبن. بس بعد كده طالما الطريقة طلعت كويسة اقدر ايه اعتمدها زي طريقة المنفعة بصراحة. تبقي ضامنة برضو اللي هي ايه نظافة الجبنة، وانها من لبن فعلا، مش زي الزيوت النباتية اللي في العلب بتاعة الجبنة. طبعا كلها مكتوب عليها نباتي الدهن زي ما انتوا عارفين. هبدأ بقى انقل الجبنة كده في علبة اهو. عشان احفظها في التلاجة. وادي كده كمية الجبنة اللي طلعت معايا من كيلو اللبن اهو كده. بصوا شكل الجبنة. تعالوا بقى نجرب نعمل كده ساندوتش منها ونشوف هتبقى عاملة ازاي. جبت كده ورغيف فينو بفتحه، وهبدأ بقى اخد من الجبنة كده ونفردها سوا ونشوف. بصوا بتتفرد بسهولة ازاي وكريمية ازاي. بصراحة حاجة في منتهى النظافة وكمان حلوة جدا. لو انتي بقى وصلتي معايا لغاية هنا من الفيديو، ياريت ما تنسيش لايك وشير على السوشيال ميديا بتاعتك لو الفيديو عجبك، وتنوري في القناة وتعملي لي سبسكرايب عشان يوصلك اي فيديو انا بقدمه. مستنيين ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. باي باي.